شايفه ده يا وليه يا حيزبونه؟ انت شايفه ده؟ يعني وفي حاجه كمان زي دوت، بس بالعكس احدث من كده بكتير. ده مفيد لايه؟ ان انت ما تخضيش جوزك اول ما يقوم من النوم، ولا لما يخش عليكي كده البيت يلاقيكي شوشه كده، يبص يلاقي في حاجات طالعه كده من فوق، يتخض الراجل، يغير رايه، تجيله سكته قلبيه يطب ساكت. الراجل بيتخض، الراجل ده انسان رقيق جدا. فلازم انت تكوني عندك ادراك ان الحاجه البسيطه ديت مع تطوراتها اللي بقت موجوده اليومين دول في متناول ايد الجميع، ان احنا ممكن نجيبوا حاجه كده نهووها كده على الشوشه اللي قدام دول، بدل لطخه الكريم اللي بيبقى مخلي شعرك ملزوق في بعضه كده، دهن كده وتحسي ان هو ملزوق. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ان شعرك يتنفس؟ للناس اللي هي عندها برضو الشوشه اللي قدام دي بتقف كده، مع احترامي ليكم جميعا، يعني انا جايه والله افيدكم، جايه افيدكم واقول لكم على حاجه كويسه. فيعني الناس اللي عندها الشوشه ديت بلاش نجيب كريم ونلطخ، نجيب كريم ونلطخ، لا نقدروا ان احنا نجيبوا حبه هوا سخنين، حبه هوا سخنين ونهوي كده ونمشي بالمشط، هتلاقي نفسك الشوشه دي نامت وبقت جميله وشكلها حلو. وممكن لو هو مثلا شعرك ناشف شويه، حته سيرم صغننه كده، نوع سيرم محترم، تشك تشك نقطه كده، ومع حبه الهواء السخنين، وهتلاقيها نايمه. والراجل برضو ما يتخضش مننا ويقوم مفزوز ويقوم مفزوع، وهو برضو يصطبح بوش حلو. الراجل مش ذنبه حاجه يعني ان هو يقوم يلاقي نفسه حد كده شعره طالع قدام. ايوه يعني بجد لازم نحافظ على صورتنا قدام ازواجنا واحنا صاحيين حتى من النوم، يبقى شكلك حلو كده وانت قايمه من النوم كده، منظمه كده ومهردبه كده. حتى لو هو ما بيشوفكيش غير وانت نايمه، يلاقي برضو يلاقيكي نايمه شكلك حلو، مش يبقى هو نايم وفي حاجه بينك وبينه عامله كده. اقسم بالله انا بعمل دوت وبقوله لنفسي وبعمله مع نفسي قبل ما انصحك بيه، عشان انت بتتهرشي من ناحيتي كده وبتزعلي مني. انا الكلام اللي انا بقوله لك واي حاجه هطلع اقولها لك انا بنصح نفسي بيها، عشان انا برضو معايا راجل، يعني معايا راجل، ولازم كل واحده معاها راجل بيحبها وبيخاف عليها وحنين عليها وكويس معاها، ان هي حتى تحافظ على شكلها قدامه، تبقى قايمه كده فريش وشكلها حلوه وروحها حلوه، ويكون كده حد كده جميل كده في نفسه كده، ويكون يعني كله موافق، مفعوم بالحيويه والايجابيه والنشاط كده، يحس ان هو كده عايش مع روح حلوه في البيت، مش روح منكوشه.